السلام عليكم. دلوقتي هنتكلم مع بعض عن كورس اسمه ميديكال ترمينولوجي او لغة اسمها الميديكال ترمينولوجي. ليه انا قلت لغة؟ لان هي بالفعل هي اللغة بتاعتنا لغة الطب. زي انت مثلا لما تروح تسافر دولة اوروبية بره بتحتاج انك انت تعمل ايه؟ اول حاجة انك تدرس لغتها عشان تقدر تتأقلم مع الجو هناك. فاحنا دلوقتي هندرس ميديكال ترمينولوجي عشان نقدر نتأقلم في تانية وفي تالتة وفي رابعة، نقدر نفهم المصطلحات الطبية، نقدر نفهم الدكاترة، ونقدر نفهم اللي هما بيقولوه، نقدر نفهم ونكتب تقرير طبي مثلا او نقرأ تقرير طبي، اي حاجة خاصة يعني عموما بالطب. دي اول حاجة. الحاجة التانية اللي انا عايزاك تعرفه ان الميديكال ترمينولوجي هي لغة مش متعرف عليها، يعني مش لغة انجليش. يعني مثلا دلوقتي لما اجي اقول لك بيريكاردايتس او هقول لك هيماتولوجيا او هقول لك كمان مثلا كارديولوجي او هقول لك بريكارديا او دلوقتي هتسألني ايه الكلمات اللي انا بقولها دي؟ هي كلمات مش متعرف عليها لان هي لغة باللاتيني او لغة يوناني مش لغة انجليش. فاول حاجة هنتعرف عليها ان شاء الله مع بعض الديفينيشن وكمان الكومبوننتس. اللغة او الميديكال ترمينولوجي دي عبارة عن ايه عموما؟ دي مجموعة من المصطلحات اللي انا بستخدمها علشان اوصف جسم الانسان بدقة واعرف او ان انا اعرف الاجزاء بتاعته واجزاء الجسم الانسان، العمليات الحيوية اللي بتتم فيها، الامراض اللي بتصيبه، مثلا العمليات الجراحية اللي بيعملوها في جسم الانسان اللي هم الجراحين. يبقى هي عبارة عن language used to precisely describe the human body, include components, process, condition affected it, and procedure performed upon it. طيب used and بستخدمها في ايه؟ الميديكال ترمينولوجي بنستخدمها في الميديسن، في الطب عموما. نبدأ نتكلم عن الكومبوننت. الكومبوننت هو بيتكون من 3 حاجات. عندي الروت والبريفكس والسفكس. ايه هو الروت؟ الروت اللي هو بيقولك ايه؟ البيزك مين اوف ذا تيرم، يعني الاساس، اساس الكلمة اللي هي من اصلها فين. يعني لما اجي اقولك، هديلك مثال عشان تفهم بسرعة. لما اجي اقولك كارديولوجي، كلمة كارديو هنا بتعني القلب، لوجي اللي هو العلم، يبقى ده علم القلب، يبقى كارديو هي دي اللي عندي الروت. كارديو هي اللي عندي الروت. زي كلمة جاسترايتس، جاستر دي معناها المعدة، والمعدة معناها ستومك. شفت لما قلت لك في اول الفيديو ان احنا مش بندرس لغة انجليش، بندرس لاتيني. يبقى جاستر معناها معدة، يبقى انا عندي كلمة جاستر دي هي الروت. كلمة نفروكتومي، نفرو يعني كدني، يعني كلى. لما اقولك نفروكتومي معناها، مش هقولك كلمة اكتومي ايه دلوقتي، هتيجي بعدين. يبقى نفرو تعرفها انها كدني. لما اقولك هيماتولوجي، احنا اخدنا فوق اولوجي بمعنى علم عشان ما ننساش. لما قلنا كارديولوجي يبقى علم القلب، هيماتولوجي علم الدم، هيم يعني دم. يبقى انا عرفت ان الروت ده المعنى الاساسي للكلمة، المعنى الاساسي في المصطلح اللي انا عندي دلوقتي اللي هو القلب، هنا المعدة كذلك. وهي البريفكس ده اللي هو ايه؟ ده letter we add to the very beginning of the word to add a certain meaning. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقولك معناه ان دي البريفكس معناها مجموعة من الحروف او حرف واحد بس بنضيفه علشان يديني معنى معين من الكلمة. بمعنى ايه؟ لما اجي اقولك مثلا هايبوجلايسيميا، كلمة هايبو او المقطع الاول ده معناه نقص. زي لما بقولك هايبوتنشن بمعنى ضغط منخفض. هايبو يعني حاجة منخفضة، تنشن معناه ضغط. هايبوجلايسيميا، هايبو حاجة قليلة، جلايس دي سكر، ايميا دي الدم. يبقى لما بقول هايبوجلايسيميا يعني انخفاض السكر في الدم. عكس هايبو هايبر، لما بقول هايبرتنشن يعني ضغطه عالي. فهايبر معناها حاجة عالية، هايبو معناها حاجة منخفضة. طيب لما يجي هنا يقول لي طلعي لي البريفكس من كلمة هايبوجلايسيميا، هقول له والله عندي الهايبو دي البريفكس. طلعي لي البريفكس من جاسترايتس، هل هنا في بريفكس؟ لا، علشان انا قلت ان البريفكس عبارة عن مجموعة من الحروف او حرف واحد بس بنضيفه علشان يديني معنى الكلمة. لما اجي اقول بوست نيتال، يعني ايه بوست نيتال؟ يعني قبل الولادة. بوست يعني قبل،
انتي يعني بعد، انتي نيتال، انتي نيتال يعني قبل، دي بوست نيتال يعني قبل الولادة، انتي نيتال بعد الولادة. طيب لما اجي هنا معايا كمان كلمة اوستيوبروسيس. اوستيوبروسيس، هل هنا في بريفكس؟ لا، لان انا عندي كلمة اوستيو معناها عظام، اوستيو معناها عظام. كده احنا فهمنا البريفكس، اتمنى نكون فهمناه كويس اوي. اخر حاجة وهو السفكس. السفكس زي البريفكس، السفكس زي البريفكس، بس الفرق الوحيد ان البريفكس ده الجزء في الاول، الكلمات اللي احنا بنضيفها او الحروف بنضيفها في الاول، اما السفكس بيبقى الجزء الاخير. علشان كده اسمها last part of the term which adds additional meaning to the root. زي hypertrophy. hypertrophy يعني ايه كلمة hypertrophy؟ عندنا القلب لما حجمه يتضخم شوية ده بقول عنه هايبرتروفي، النمو بتاعه بيزيد. طيب هو ايه اللي بيخلي القلب النمو بتاعه بيزيد؟ لما القلب بيكون متحمل ضغط زيادة فنموه بيزيد شوية، فتلاقي الحجم بتاعه زاد، اللي هي اسمها هايبرتروفي. معايا الكلمة دي اسمها هيباتكتومي. هيباتكتومي معلش في حروف ناقصة منها، المهم ان دي معناها هيبة يعني كبد، تكتومي اللي هو استئصال جزء من الكبد او استئصال الكبد كله، اسمها هيباتكتومي. زي كلمة نفروكتومي. نفروكتومي دي معناها اللي هو استئصال الكلية. لما الحاجة عندنا بتكون متضخمة بنبدأ ان احنا نستأصلها، فزي مثلا نفروكتومي استئصال الكلى، هنا استئصال جزء من الكبد. او ممكن اقول كلمات تانية في حاجات بسيطة كنت عايزة اقولها لكم. الكارديو معناه هارت، الانجيو معناه فيسلز، الفيلبو معناه فين، الفين اللي هو الوريد، فيسلز اللي هي الأوعية الدموية، هارت اللي هو القلب، هيماتو الهيم عموما، أو الهيم اللي هو البلد لسه أخدينها من شوية، زي قلنا هيماتولوجي، فاكر لما قلنا علم الدم. ارتريو أو ممكن نقول ارتريول، حاجة صغيرة، الارتر الصغير اللي هو الارتري اللي هو الشريان. يبقى كارديو، انجيو، فليبو، هيماتو، ارتريو. لما اقول كارديوميجالي، يعني ايه كلمة كارديوميجالي؟ والله احنا اخدنا كلمة كارديو اللي هو القلب، طب ميجالي اللي هو ايه؟ اللي هو حاجة تضخم في القلب، تضخم عضلي، اللي هي لما يجي يسويها معناه اللارج في الهارت، اللارج في الهارت. يبقى كارديوميجالي. ممكن تقولي لي هنا لو سمحتي مين فيهم الروت والسيرفكس البريفكس؟ والله انا عندي هنا مفيش بريفكس، بس انا عندي سيرفكس اللي هو الميجالي، وعندي كمان الروت اللي هو الكارديو. هنا انجيوبلاستي، فين هنا البريفكس، وفين السفكس، وفين الروت؟ هل هنا في بريفكس؟ لا. طيب عايزاكم هسيب لكم الكلمة دي، arteriosclerosis. الكلمة دي عايزة اعرف فين البريفكس والسيرفكس والروت من الجملة دي هتبقى واجب كده، ممكن تقولهولي في الكومنتات تحت. فيليبايتس او الفليبيتس على حسب ما تنطقها. ITIS قلنا عليها ان هي ايه؟ دي المقطع الاخير ده بنقول عليه ايه؟ المقطع الاخير ده بنقول عليه ايه؟ مش بنقول عليه ان هو مشكلة او انفلاميشن او التهاب في المكان ده، التهاب في الفين. هايبوتنشن
ضغط منخفض، هايبرتنشن ضغط مرتفع. الحاجات دي يا ريت ما ننساهاش خالص، الحاجات دي يا ريت ما ننساهاش خالص. يبقى احنا النهارده اخدنا الميديكال تيرمينولوجي، عرفنا الديفينيشن وعرفنا الكومبوننتس. عرفنا الديفينيشن بتاعه اللي هو بيبقى عبارة عن ايه، بيبقى عبارة عن مجموعة من المصطلحات اللي انا بستخدمها علشان اوصف جسم الانسان واعرف اجزائه والاجزاء بتاعه الجسم الانسان والعمليات الحيويه اللي بتتم فيه والامراض اللي ممكن تصيبه والعمليات الجراحيه اللي الدكتور او الجراح اللي هو بيعملها. طيب ايه فايده الميديكال تيرمينولوجي عموما؟ والله بستخدمه في الميديسن، دي اللغه بتاعتي اللي انا اقدر اتكلم بيها وافهمها وافهم الدكاتره، دي لغتي. طيب هيقول لي طيب ايه المكونات بتاعته؟ والله انا عندي 3 اجزاء للميديكال تيرمينولوجي. والله في روت وفي بريفكس، في روت وفي بريفكس وفي سافكس، وعرفت مين هي الروت ومين هي البريفكس ومين هي السافكس، واخدت شويه مصطلحات اعتقد ان انا هقدر افهمهم. خدت جاسترايتس التهاب في المعده، وممكن تساوي كلمه استومك. هايبوغلايسيميا يعني انخفاض سكر في الدم. هايبر دي عكس هايبو، دي هتبقى ارتفاع. نفروكتومي يعني استئصال الكلى. اخدت هيماتولوجي، هيماتولوجي معناه علم الدم. اوستيوبروسيس، اوستيوبروسيس يعني مش يعني هشاشة العظام. هايبرتروفي، هايبرتروفي، هايبرتروفي هيباتوميجالي، ممكن نقول هيباتوميجالي. وفي هيباتوكتومي، 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 وفي هيباتوميجالي، في هيباتوميجالي وفي هيباتوكتومي. هيباتوميجالي ده تضخم في الليفر، هيباتوكتومي ده استئصال للليفر، والليفر في معناه الكبد، ما ننساش الحتة دي يا جماعة. خدنا بقى الكارديو، الانجيو، فيسلز يعني أوعية دموية، فليبو يعني فين يعني وريد، هيم يعني بلود يعني دم، ارتريو ارتري يعني شريان، كارديوميجالي يعني ايه كارديوميجالي؟ تضخم في القلب. انجيوبلاستي يعني ايه كلمة بلاستي؟ يعني توسيع. لما يقولك انجيوبلاستي يعني توسيع الأوعية الدموية. دي طبعا قلنا ان احنا هناخدها واجب. فيليبايتس يعني ايه؟ يعني التهاب في الفين، في الوريد. هيماتولوجي قلنا علم الدم. هايبوتنشن وهايبرتنشن انخفاض ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم. في كلمات تانية زي مثلا لما اقولك تاكيكارديا هكتبها هنا، تاكيكارديا وبراديكارديا. تاكيكارديا يعني ايه؟ سرعة ضربات القلب تبقى سريعة. براديكارديا ضربات القلب تبقى بطيئة. في حاجة تانية في ضمن الحاجات الكارديو برضو، لما اقولك كارديو مايوباثي يعني ايه كارديو مايوباثي؟ كارديو عرفنا قلب، مايو كلمة مايو كده MYO دي كارديو. مايو دي يعني عضلة، يبقى كارديو مايوباثي يعني مرض، علشان انت هتاخد حاجة اسمها باثولوجي جاي من علم الأمراض. فكارديو مايوباثي يعني كارديو مايوباثي يعني مرض في عضلة القلب، كارديو مايوباثي. في حاجة تاني لما اجي اقول كلمة تانية زي اندوكاردايتس. يعني ايه كلمة اندوكاردايتس يعني لان التليفون فصل، فاحنا هنكمل مع بعض عادي جدا. كنت بقول مايوكارديال انفاركشن. مايو زي ما احنا عرفنا مايو يعني عضلة، كارديال اللي هو القلب. انفاركشن
يعني ايه؟ يعني جلطة. يبقى معناه الجملة دي معناها جلطة قلبية، جلطة قلبية. طيب لما اقول اندوكاردايتس، اندوكاردايتس، اندو يعني حاجة جوه، يعني داخلي، كاردايتس كارد يعني قلب، والاي تي اي اس ده التهاب. فلما اقول اندوكاردايتس يبقى التهاب في الغشاء الداخلي للقلب. طبعا عرفنا تاكي كارديا، تاكي يعني حاجة سريعة، يعني ضربات القلب بتبقى سريعة. برادي كارديا عكسها، ضربات القلب بطيئة. يبقى أنا عندي كلمة مايو يعني عضلة، مايو يعني عضلة. مايوكارديال انفاركشن زي كلمة مايوكارديال انفاركشن، أو زي ما قلنا في الأول كارديو مايوباثي. كارديو مايوباثي يعني ايه كلمة كارديو مايوباثي؟ يعني ايه كلمة كارديو مايوباثي؟ قلنا يعني معناه مرض في عضلة القلب. كارديو يعني قلب، مايو يعني عضلة، باثي يعني مرض، لانك انت هتاخد حاجة اسمها باثولوجي، علم الامراض، فدي هتبقى مادة عليك او بلوك عليك اسمه باثولوجي. يبقى تاني كده احنا اعتقد وصلنا للنهاية. دي طبعا اللي هتكون معاكم واجب، في مقطع اخدناه ومقطع ما اخدناهوش. اللي ما اخدناهوش كلمة اسكليروزس، ممكن انت تبحث عليها تقول يعني ايه كلمة سكليروزس. ارتريو اخدنا معناها ايه، هتكتبوله تحت في الكومنتات. في جملة تاني او في كلمة تانية اسمها بيريكاردايتس. يعني ايه كلمة بيريكاردايتس؟ يعني انا عندي القلب بيبقى حواليه غشاء، محاط بالغشاء، فالغشاء اللي من بره بقول على كلمة بري، الحاجة المحيطة من بره بقول عليها ايه؟ بري كاردايتس يعني التهاب في القلب. يبقى بري كاردايتس معناها ايه؟ التهاب الغشاء المحيط بالقلب، المحيط بالقلب، بري كاردايتس، بري كاردايتس. طيب ممكن يجيب لي كلمة مايو، ممكن يجيب لي كلمة ماسلز، ما هي ماسل يعني عضلات ومايو يعني عضلة. ممكن يجيبها لي ويجيبها لي في سؤال انها كلمة ماسل تعني ايه في الطب، هقول له والله تعني يعني مايو يعني عضلة. في سؤال هنا اخليهولكوا واجب، تمام واجب برضو، بيقولك what does anemia mean؟ اعتقد كلنا سمعنا عن الانيميا، كلنا جات لنا انيميا فترة، كلنا سمعنا عن الانيميا. انا عايزه اعرف هنا كلمة انيميا تعني ايه. احنا اخدنا مقطع ايميا، لو انت فاكر وكنت معايا مقطع ايميا اخدناه ورا، فاكرين؟ هقول لكم بتاعت لما قلنا ايه هايبو جلايسيميا، لما قلنا هايبو انخفاض، جلايس لما قلنا سكر، ايميا الدم. فلما اقول كلمة انيميا نحلها مع بعض. انيميا كلمة تعني او بتساوي كلمة without يعني بدون، يعني نقص، يعني فقر دم. لما اقول انيميا يعني نقص دم. كده انا وصلت لنهاية المحاضرة. اتمنى تكونوا استفدتوا مني اي حاجة ولو معلومة صغيرة، ولو استفدتوا اكتبوا لي برضو تحت في الكومنتات وقولوا لي اكمل ولا كلامكم هو اللي هيخليني استمر واكمل السلسلة. بالتوفيق لكم جميعا. والمادة دي جميلة قوي بصراحة وسهلة، بس حبوها، وهي فيها حفظ كتير لانك انت لسه في البداية، بس مع التكرار هتحفظهم وهيبقى الموضوع بالنسبة لك سهل جدا. بالتوفيق ان شاء الله، مع السلامة.